لأ، هو مش موضوع طاقة وشغف، دي حياة ناس محتاجة حد يبقى فاهم هو بيعمل إيه، مش بيجرّب على حد دافع دم قلبه عشان يبقى كويس. أنا مش فاهم هو إحنا بنتكلّم في إيه؟ السؤال ده اتكرر كتير والناس ردِّت بنفس الردود. أنا باتكلّم إن الشخص اللي في سَنة أولى والّا في تانية ينزل يبُص، يتفرّج على الدكتور وهو بيتعامل مع المريض. ما قُلتش واحد في سَنة أولى يخُش بقى يعيش بقى جو الأفلام بتاعة الدكاترة، والله ده الواد اللي في سَنة أولى هو اللي هينقذ الحالة دي. أنا ما قُلتش كده. أنتم أنا باقول ينزل يتفرّج ويشوف الدكتور بيتعامل إزاي، ويدوّر في البيت ويبحث ويقرأ أبحاث ويتعلّم الموضوع ده من وهو صغير، لإن ده هيفيده. بعد كده لمّا يخش تالتة أو رابعة هيبقى كُفء إنه يمسك حالات خفيفة. أنا أول حالة عالجتها كانت shoulder impingement، وكنت في سَنة كام؟ كنت في سَنة تالتة. فالموضوع مش ما تكبّرهوش على الناس. اللي بيتعلّم وبيبذل جهد كتير جدًا في مجال معيّن بيبدع فيه، مش بالسِن.